أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. في زمن مليان ضجيج وأيام بتجري بسرعة، في ناس كتير تايهة مرهقة موجوعة. رغم كل التعب لسه في قلوبهم رضا. ناس بتبتسم وهي موجوعة وبتقول الحمد لله، حتى وهي مش فاهمة ليه كل ده بيحصل. انت منهم؟ يبقى الحلقة دي ليك، لأن الرضا مش ضعف، الرضا قوة. روح بتختار السلام بدل الشكوى، وبتختار الإيمان بدل الخوف. كلنا بنتعب، كلنا بنعدي بلحظات نحس فيها إننا مش قادرين، بس المؤمن الحقيقي هو اللي رغم وجعه بيقول قدر الله وما شاء فعل. يا من أرهقتك الدنيا، اللي محدش حس بتعبك ولا شاف دموعك ولا فهم صمتك، أعرف إن ربنا شايفك وسمعك وعارف كل نبضة وجع في قلبك. الناس ممكن تتجاهلك، بس ربنا عمره ما بينساك. كل مرة قلت فيها الحمد لله وانت موجوع، كانت بتنكتب لك رفعة. وكل صبر عدى من غير شكوى كان بيتحول لدعوة مستجابة في وقتها المناسب. الدنيا مش دايما عادلة، لكن ربنا دايما عادل. وكل اللي راح راح لحكمة، وكل اللي استنيته بيجي، بس لما تبقى جاهز ليه. خدها قاعدة: كل ألم هو رسالة، وكل صبر له ثمرة. يمكن تتأخر الراحة، لكنها بتيجي دايما وقت ما بتكون روحك محتاجاها بصدق، وساعتها هتفهم ليه كل ده كان لازم يحصل. وهتقول بنفسك سبحانك يا رب، كنت بتجهزني للحلو اللي جاي. قبل ما نكمل، ولو الكلام ده لمس قلبك، أعرف إنك مش لوحدك، وصدقني لسه الخير جاي. اشترك في القناة لو حابب تكمل الرحلة معانا، وفعل الجرس عشان يوصلك كل حلقات مراية الروح أول بأول. وشاركوا الحلقة مع حد محتاج يسمعها النهاردة. يا من أرهقته الحياة ومازال راضيا، سيملأ الله قلبك فرحا بقدر ما تألمت، طمأنينة بقدر ما خفت، وسعادة بقدر ما بكيت. يمكن محدش حس بيك، بس الله كان معاك في كل لحظة ضعف، في كل دمعة محدش شافها، في كل موقف كنت بتقول فيه أنا مش قادر، وربنا قال لقلبك قادر بإذني. فأحسن الظن بالله، وثق إن كل لحظة وجع هتتعوض فرح، وكل تأخير وراه حكمة. الدنيا مش دايما لحد، لكن رضاك هو اللي بيخليها خفيفة، وسلامك الداخلي هو اللي بيخليك تكمل. خلي يقينك بالله أقوى من خوفك، وافتكر دايما مادام لسه فيك رضا فانت في أمان. في نهاية الحلقة خد دقيقة بس، غمض عينك وخد نفس عميق، وقول من قلبك اللهم ارزقني الرضا الذي لا يحزن بعده شيء. ولو الحلقة لمستك، اشترك في القناة وفعل الجرس، وساعد غيرك يوصل للنور ده بمشاركتها. خلي الخير يكبر بينا. أشوفكم على خير يا رب.